ونتوجه إلى متصفح كروم، نقوم بكتابة أليانت آرت شارت، ثم نقوم بالضغط على الرابط الأول. هذا الموقع صراحة خرافي ورائع، يقوم بالاهتمام أو بصنع البيانات والمقارنات بشكل رائع. أول شيء سوف نقوم بالضغط على كونتينيو ويز جوجل، نقوم بتسجيل بالإيميل الخاص بنا، وهذه هي الواجهة الرئيسية للموقع. الآن عليك هو الذهاب إلى الأعلى وقم بالضغط على بروجيكت، أي سوف تقوم بإنشاء مشروع جديد. هنا في الجانب لديك شكل الفيديو لليوتيوب، للفيديوهات القصيرة للانستغرام، وكذلك هنا في الجانب لديك قوالب. القوالب الموجودة في الأعلى هي مجانية، والقوالب التي توجد في الأسفل فيها برو هي مدفوعة. نحن سوف نعمل على القوالب المجانية الآن، لكن قبل هذا سوف أقوم بوضع تايتل أو عنوان للقالب أو للمشروع الخاص بي. في الجانب سوف أقوم بإعطائكم الآن، أو سوف نشرح القالب الخاص بالمقارنات لأي مجال كان، لكن هناك أيضا للبيانات. هذا فقط مجرد مثال. إذا كان هناك تفاعل على مثل هذه الفيديوهات سوف نقوم بوضع فيديو آخر لشكل آخر من الفيديوهات. سوف أضغط الآن في الأسفل إلى على كريات. إذا شاهدتم قال لي يجب علي تحديد السايز، سوف أقوم بتحديد السايز الخاص بالفيديوهات القصيرة. هذا مجرد مثال، سوف أريكم كيف تصنعون أيضا فيديوهات طويلة، وهذا هو القالب الخاص بالفيديوهات القصيرة. الآن ما نحتاج وهو الداتا. إذا قمت بالضغط على داتا هنا المكان الخاص بالبيانات، يجب علينا ملء هذه الخانات لكي نحصل على مقارنات تكون بشكل رائع واحترافي. وافضل سورس او افضل مكان لجلب البيانات ما هو جوجل. ما عليك سوى الذهاب الى جوجل، قم بكتابه مثلا توب 10 سبسكرايب يوتيوب شانل ان 2024 بهذا الشكل. هنا سوف يقوم بإعطائك أفضل 10 يوتيوبرز لسنة 2024 بجميع البيانات. هذا مجرد مثال، يمكنك أيضا وضع مثلا أفضل 10 دول من الجانب الثقافي، من الجانب السياحي. هذا المحتوى صراحة غير معروف صراحة في العالم العربي، لكن في العالم الأجنبي يكون عليه اهتمام. هنا عندما تقوم بالدخول كما تشاهدون قام بإعطاء 10 يوتيوبرز الأفضل لسنة 2024. الآن سوف أقوم بملء البيانات. ما علي سوى العودة إلى الموقع الخاص بي. في الخانة الأولى سوف أقوم بوضع عدد المشتركين بكل بساطة. أعود إلى الجدول الخاص بي، أقوم بأخذ عدد المشتركين لأول يوتيوبرز، ثم هنا سوف أقوم بنسخ أو لصق عدد المشتركين 258 مليون سبسكرايب بهذا الشكل. أقوم بكتابته بهذا الشكل، ثم أعود إلى جوجل، أقوم بأخذ عدد المشتركين الخاص بمستر بيست، ثم أعود إلى الموقع الخاص بي، أقوم بالذهاب إلى الخانة الثانية، وهكذا مليون سبسكرايب بهذا الشكل. ثم سوف أقوم بأخذ عدد مشتركين لثالث يوتيوبرز في العالم، ثم سوف أقوم بالضغط كذلك، ثم سوف أقوم بكتابتها بهذا الشكل. الآن إذا أردت إضافة مثلا أسطو في الأخير، مثلا ما عليك الضغط في الأعلى أضرب بهذا الشكل، لأننا أردنا وضع 10 يوتيوبرز والموقع وضع لي فقط 8. هذه فقط هي الإعدادات التي تكون موضوعة في الأول، يجب عليك إضافة مثلا أسطر. الآن سوف أقوم بالذهاب وأقوم بجلب أسماء اليوتيوبرز. سوف أقوم بجلب أول اسم لليوتيوبرز في العالم كما قلت لكم في مكان التايتل. هنا سوف أقوم بكتابته مثلا، ثم سوف أقوم بجلب مثلا ثاني يوتيوبرز كابي بكل بساطة، أقوم بوضعه هنا مستر بيست، ثم سوف أعود، ثم كذلك سوف أقوم بجلب ثالث يوتيوبرز في العالم، ثم سوف أعود إلى الموقع، وهكذا إلى أن تنتهي من جميع الأسماء بكل بساطة. الآن انتهينا من عدد المشتركين وأسماء أيضا للقنوات بكل بساطة. الآن سوف ننتقل بعدما أنتهي إلى إعدادات صراحة رائعة. أيضا سوف أقوم بالذهاب إلى هنا، سوف أقوم بإضافة شعار الخاص بكل يوتيوبرز أو لدولة كل يوتيوبرز. مثلا سوف أعود هنا مكتوب إنديا، أي أنه هندي أول يوتيوبر. ما عليك سوى الضغط عليه في الجانب، سوف تشاهد تظهر معك هذه الخانات. هنا ما عليك سوى الكتابة في خانة البحث إنديا، سوف يظهر لك شعار، اضغط عليه سوف يظهر هنا كما تشاهدون. الآن سوف أذهب وأبحث عن جنسية مستر بيست. كما تشاهدون في الجانب هو من الولايات المتحدة الأمريكية. سوف أعود إلى الموقع أيضا، أقوم بتحديد الخانة، ثم سوف أقوم بكتابة مثلا هنا يونايتد ستيت بكل بساطة، ثم سوف تظهر هنا شعار ولايات، ثم سوف أعود وأبحث عن جنسية اليوتيوبرز الثالث أيضا هو من اليونايتد ستيت بكل بساطة، اضغط عليه سوف تظهر الشعار. سوف أقوم بإتمام الشعارات الجنسيات لليوتيوبرز الباقين. هنا في الديسكريبشن ما عليك سوى العودة إلى الموقع وقم بالنزول هنا. سوف تقوم بأخذ معلومات بسيطة حول كل يوتيوبرز. مثلا إذا ذهبنا إلى اليوتيوبرز الأول، هنا لديك متى قام بإنشاء القناة، كذلك لديك أيضا عدد الفيديوهات، كذلك الكاتيجوري أو فئة القناة. هذه معلومات بسيطة تعطي نبذة حول محتوى كل يوتيوبرز. ما عليك سوى الضغط على المكان ثم كولي أو لصق. كذلك سوف أذهب إلى مستر بيست، هنا سوف أقوم بنسخ المعلومات عليه كوبي، ثم سوف أقوم بوضعها في مكان الديسكريبشن، وهكذا إلى انتهي من جميع اليوتيوبرز كما تشاهدون.
الفكرة بسيطة لكن صراحة تجلب آلاف وملايين المشاهدات. هذه الفكرة صراحة أو هذا المحتوى متوفر بكثرة في الغرب، لكن في العرب صراحة لم أشاهد بكثرة. الآن لدينا إيماج، هنا إيماج سوف نقوم بجلب مثلا شعار أو اللوغو الخاص بكل يوتيوبرز. مثلا سوف أقوم بالعودة وأقوم بأخذ أول اسم لليوتيوبرز، ثم سوف أعود إلى جوجل أقوم بكتابته هنا، ثم سوف أقوم بالذهاب وأقوم بالضغط على الصور. هذا هو الشعار أو اللوغو الخاص بقناة أول يوتيوبرز، أقوم بالضغط عليه. ثم هنا خطوة مهمة، أقوم بالضغط بها الجانب الأيمن للماوس، ثم أقوم بالضغط على كوبي لادريس دو ليماج، كوبي لادريس دو ليماج. أعود إلى هنا أقوم بالضغط عليها. هنا أيضا للإشارة فقط لديك إمكانية أيضا إضافة إيموجي وما إلى ذلك، أو يمكنك إبلود تحميل أي صورة هنا أيضا، لكن أنا ما يهمني وهو لينك. أقوم بالضغط على لينك، ثم أذهب إلى هنا أقوم بالضغط على لصق أو كولي، سوف يقوم بوضع الأدريس التي قمت بنسخها من جوجل. شاهد هنا ظهر شعار القناة لكي تشاهدوا، خطوة مهمة. أعود لكي أريكم طريقة من جديد. أذهب إلى مستر بيست، أقوم بنص اسم مستر بيست فقط لكي أسهل على جوجل. أقوم بالضغط هنا، أقوم بلصق مستر بيست، أقوم بالبحث على شعاره أو صورته. يمكنك وضع الشعار أو الصورة. أنا سوف أقوم بوضع الشعار أيضا. هنا سوف أقوم بنسخ أيضا والذهاب إلى كوبي لادريس دو ليماج بالجانب الأيمن للماوس، ثم أعود إلى هنا أقوم بتحديدها، ثم أذهب أيضا إلى لينك. دائما أقوم بالذهاب إلى لينك، ثم سوف أقوم بوضع أدريس التي قمت بنسخها. وشاهد هنا أيضا ظهرت الصورة. أيضا سوف أقوم بالذهاب إلى ثالث يوتيوبرز، وهكذا إلى أن تنتهي من جميع اليوتيوبرز كما تشاهدون بطريقة بسيطة. أيضا سوف أقوم بأخذ مثلا صورة، هذه صورة لقناة ثالث يوتيوبرز في العالم كما تشاهدون. سوف أقوم بأخذ مثلا هذه الصورة بالجانب الأيمن للماوس، ثم سوف أبحث على كوبي أدريس دو ليماج، ثم سوف أعود إلى الموقع الخاص بي إلى لينك، ثم سوف أقوم بلصق الرابط، ثم سيف. سوف تظهر الصورة هنا، ثم سوف أقوم بإتمام جميع الصور. كما تشاهدون قمنا بملء البيانات. الآن يتبقى لنا سوى مراجعة أو مشاهدة هذه البيانات كيف سوف تظهر. اضغط على بريفيو في الأعلى، وهنا سوف تشاهد كيف سوف تظهر هذه البيانات. هذا الشكل وهو للفيديوهات القصيرة. سوف أريكم فقط بضغطة واحدة كيف تحصلون على الفيديوهات الطويلة. صراحة الأمر خيالي ورائع كما تشاهدون. الآن لدينا إمكانية أيضا التغيير على الألوان، على السايز، على الفونت، على الأنيميشن. ما عليك سوى الذهاب إلى اللايرز. هنا أيضا لديك إمكانية التغيير من هنا، لكن سوف أذهب بكم إلى إيليمنت. من خلال إيليمنت سوف يكون لديك إمكانية التغيير على أي عنصر بشكل بسيط. الآن سوف أبدأ بكم من الأعلى من الإيماج. إذا ضغطت على إيماج سوف يتم تحديد صورة أو لوجو الخاص بكل قناة، وفي الجانب سوف تشاهد لديك إعدادات. هذه الإعدادات تنطبق على الإيماج أو على اللوجو الخاص بالشعار للقناة. إذا ذهبت أيضا إلى الديسكريبشن، هنا لديك أيضا إمكانية تغيير السايز. كمثال مثلا قمت بإضافة مثلا 40 فيها السايز أو 60. لاحظ في الجانب سوف ينضاف السايز إلى تكست. مثلا إذا قمت بالتعديل على النص، لاحظ كيف يظهر النص في الجانب. كذلك لديك إمكانية أيضا تحريك مثلا أو إضافة بوطون أو ميدلم، أو تغيير اللون مثلا من الأعلى كولر. مثلا إذا قمت بتغيير اللون الخاص بالديسكريبشن، أي شيء قمت بالتعديل عليه سوف يتم تعديله على النص مباشرة. أيضا إذا ذهبت إلى التايتل سوف يقوم بتحديد لك اسم القناة. كذلك إذا قمت بتغيير لون النص كما تشاهدون سوف يتغير هنا. أي بكل بساطة أي تغيير أو أي تعديل من الجانب سوف يطبق مباشرة على المقابل له. الأمر بسيط صراحة. أيضا إذا ذهبت أيضا مثلا إلى الأسفل بكل بساطة لديك أيضا تغيير أو إضافة أنيميشن. من هنا أنيميشن على النص، أي عندما يظهر سوف يطبق عليه حركات. هذه الإعدادات ما عليك سوى تجربتها بنفسك لكي ترى كيف سوف يطبق على الشكل. مثلا إذا ذهبنا إلى هايلايت بهذه الطريقة سوف يطبق على عدد المشتركين في الأعلى. شاهد الإطار الذي يحدد عندما تقوم بتحديد مثلا هايلايت سوف يطبق هناك. الآن ما عليك سوى تغيير مثلا الكولر الخاص بعدد المشتركين كيف سوف يظهر. مثلا سوف أتركه بهذا اللون الأسود. إذا ذهبت أيضا إلى هايلايت إيماج سوف يقوم بتحديد شعار أو جنسية اليوتيوبرز. كما تشاهدون قام بتحديد شعار أو جنسية اليوتيوبرز. كذلك هناك إعدادات مقابلة لهذه الشعار. أيضا إذا ذهبت أيضا إلى الميزة الموالية أيضا سوف يقوم بتحديد لك اللون والأنيميشن والبوزيشن والسيتينغ. أي إعداد لديه هذه الميزات فقط ما عليك سوى التعديل عليها. كذلك لديك تايتل باك جراوند. إذا قمت بتغيير اللون لاحظ سوف يتم تغيير اللون الخاص باسم القناة. أي لديك الإمكانية لتغيير أي شيء فقط من خلال هذه الإعدادات. ما عليك سوى المرور عليها إعداد تلو الإعداد. أنا فقط أريتك هذا لأن هذه هي الميزة أو هذه هي الخطوة ليس بالضرورة أن تقوم به كما أقوم به أنا الآن. هذا يبقى ذوقك ونظرتك للفيديو ولشكل الفيديو. هنا لديك إمكانية تغيير أي شيء، الألوان للباك جراوند للإيماج للصورة لكل شيء. ما عليك سوى إتمام كل شيء ثم العودة إلى اللايرز. هنا لديك ميزة رائعة. إذا عدت إلى اللايرز اذهب إلى الديوريشن. هنا لديك إمكانية تحديد وتوقيت بين كل يوتيوبرز. مثلا عندما تقوم بالضغط على بريفيو هنا هذا التوقيت الذي سوف يظهر بين كل يوتيوبرز، إما أن يكون مسرعا
أو يكون بطيئا، من الأفضل قم بتركه على 30 سكند. الآن بعدما تتأكد من أن كل شيء على ما يرام، لم يتبقى لنا سوى العودة إلى بريفيو في الأعلى. سوف نضغط عليها ثم سوف ننزل إلى الأسفل. هنا سوف نضغط على إكسبورت فيديو. سوف نقوم باستخراج الفيديو، لكن الفيديو هذا للفيديوهات القصيرة فقط. سوف أريكم بضغطة واحدة سوف نقوم بتحويله إلى فيديوهات طويلة. ما عليك سوى الانتظار الآن حتى ينتهي وتظهر لنا داونلود في الأسفل. ننتظر فقط لمدة دقيقتين فقط، ثم هي ظهرت. نضغط على داونلود وها هو فيديو قد تم تحميله على الحاسوب. الآن لتحويل هذا الفيديو للفيديوهات الطويلة نذهب إلى سيتينغ أو إلى إعدادات من الجانب. نضغط على هنا على أورينتيشن ثم نسكاب، ثم نضغط على سيف أي الإعداد الخاص بالفيديوهات الطويلة. 16/9. كما تشاهدون هذا هو الفيديو الخاص بنا. كما تشاهدون رائع صراحة. بضغطة واحدة تم إعطائنا فيديو طويل فيديو قصير. ثم لكي يظهر الشعار عد إلى بريفيو ثم اضغط على إكسبورت فيديو من جديد حتى تظهر لك داونلود هنا. ثم قم بتحميل الفيديو الخاص بك بضغطة واحدة.